مبدئيا كده صلوا على النبي وخلينا نشوف المشكله اللي عندنا بتقول ايه. انا عندي في حاجه اسمها اللينكس، ودي طبعا الملفات اللي بتكون عندي اللي انا رابطها بالمشروع بتاعي. فانا عندي كل الملفات ميسنج. ليه؟ لان انا طبعا كنت حافظ المشروع. هو انا متعمد اعمل كده عشان المشكله تكون ظاهره معاكم. كنت حافظ المشروع والملفات اللي انا ضايفها اتحذفت، يا اما الفايل باص بتاعها اتغير، مسار الملفات بتاعها اتغير. تمام. طيب انا حلها ايه بالنسبه لي؟ همسك كل طبعا الفايلز دي، هروح على بيجز. بعد كده انا ممكن اكبر هنا طالما عندي الشاشه كبيره. هروح على بانل اوبشن وهختار بدل لارج، هخليها مثلا اكسترا لارج واوكي. فهتكون الصور واضحه معايا او البريفيو بتاع البيج نفسها واضح معايا. هروح احدد من اول واحده. طبعا في صفحه مش هتتحذف لان هو لازم يكون مخلي صفحه على الاقل، فانا هحدد له بالشكل ده. وطبعا هختار ديليت بيجز. طبعا انا دلوقتي حذفت عفوا كل البيجز اللي عندي. هنعرف دلوقتي هنضيفها ازاي تاني. اذا كان على الماستر او الترقيم او الكلام ده شرحناه في الفيديو اللي فات، فالفيديو اللي فات في نفس السلسله ممكن ترجع له بعد الفيديو ده على طول. تمام. طيب خلينا اضيف له كده انسيرت بيج. تمام. وخلينا نحذف البيج اللي موجود عشان عايز اضيف كل حاجه تاني من الاول. طيب انا دلوقتي عايز اضيف ملف بي دي اف او كتاب عشان ابدا احط له ترقيم، ابدا اخليه تفاعلي، ابدا احط عليه ووتر مارك او علامه مائيه زي اللي انتم شايفينها هنا كده في البي مثلا بي رايتس او الماستر ده او البيرنت ده ايا كان، يعني شايفين هنا. تمام. انا ضايف علامه مائيه. العلامه المائيه دي هتطبع معايا على ايه؟ على كل الصفحات. تمام. طيب خلينا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. انا طبعا همسك هنا الصفحات عندي، هروح على اول صفحه. تمام. هطلع من الماستر. بعد كده هروح على ويندو. بعد ويندو هروح على يوتيليتيز. بعد كده هروح على سكريبتس. ركزوا معايا في الخطوات. تمام. ولو في حاجه صعبه عيدوها تاني في الفيديو. يا اما ادوس على كنترول الت اف 11 على طول، ولكن انا عرفتكم الطريق من ويندو. بعد كده ادوس على سكريبتس. هلاحظ حاجه مهمه جدا وخليني اجرب لكم الرؤيه شويه. ان انت لو عندك ملف كبير انت طبعا بتختار من هنا سكريبتس. تمام. خلينا اودي بس دي كده. وبعد كده بتنزل تدور على حاجة مهمة او سكريبت مهم جدا اسمه بليس مالتي بيج بي دي اف. تمام. بليس مالتي بيج بي دي اف. بتبدأ تدوس عليه. وخلينا اصغر لكم الصورة زي ما كانت. دلوقتي انا عندي حاجة مهمة عايز اشتغل عليها، ان انا نزلت الكتاب والكتاب عندي بي دي اف. ايا كان بقى الكتاب ده جاي لي بي دي اف من الوورد، جاي لي بي دي اف من ستريتور، جاي لي بي دي اف من كانفا، ايا كان. هبدا اخد الكتاب بتاعي. بعد كده ادوس على اوكي. هنا بيسالك سؤال بيقول لك هتفتح المشروع بتاعك ده والكتاب بتاعك ده كصفحات هيتضاف على البروجكت اللي انت شغال عليه حاليا، ولا هتفتح نيو دوكيمنت؟ فلا، هقول له انا عايز اضيفه على البروجكت اللي انا شغال عليه حاليا. تمام. طيب بعد كده تختار اوكي. هيبدا بقى تشوف السحر شغال ازاي. هتدوس على اوكي تاني. هتدوس على اوكي تاني. وهيبدا يقول لك هنا بليز بي دي اف اون. انا هنزل لك البي دي اف بتاعك من الصفحه كام. انت هتبدا تحدد له. لو انت حابب البي دي اف بتاعك هو مرجع مثلا او حاجه هتضاف في اخر الكتاب، فانت بتحدد الصفحات ان انا هضيف مثلا من اخر الكتاب. لكن انا حاليا ما عنديش الا ايه صفحه واحده، فابدا اقول له من بليز بي دي اف اون بيج 1 وابدا ادوس على اوكي. وزي ما قلت لك شاهد السحر وهو بيحصل. هينزل معانا الكتاب بالشكل ده. تمام. هيبدا يعد معاك الصفحات من البي دي اف اوتوماتيك تلقائي، سميها زي ما تسميها بس من غير اي تدخل منك. فدلوقتي انا نزلت البي دي اف. البي دي اف ده نازل من غير ارقام، هنعمل له الارقام بتاعته. نازل من غير ووتر مارك، هنعمل له ووتر مارك بتاعته. طب انا دلوقتي طبعت كتاب ومش عايز المتدربين ياخدوا الكتاب ده ويطبعوه، فعايز مثلا بدل ما انا اكتب اسمي كووتر مارك عادي، ده مش هيمنعهم، هو كده كده ممكن ياخدوا الكتاب ويطبعوا. يعني بنتعامل مع مركز تدريب مثلا، فمركز التدريب ده ليه كود. اي تسريب يحصل للكتاب بالكود ده طلع من التسريب، طلع من مركز التدريب ده. اقدر ان انا ايه اشوف الموضوع ده ماشي ازاي معاهم. لو حطيت انا دلوقتي هبيعه بشكل فردي، تمام، فهبدا ان انا ايه خلاص همسك البي رايتس او الحقوق بتاعتي، واجي هنا كود تتبع النسخه، احط الكود بتاع الايه بتاع المستخدم. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا بقى نطلع من الان ديزاين شويه ونروح على على جوجل. تمام. فخلينا نفتح عادي نيو ويندو. تمام. ونبدا نشوف جوجل شيت. جوجل شيت او اكسل اللي يريحك في الشغل تابع عليه. نفترض انا دلوقتي مثلا عملت فورم للناس تشتري الكتاب او تحجز الكتاب، فهبدا ان انا هاجي هنا في الشيت بتاعي واعدل الاتجاه بتاع الصفحه. تمام. وابدا ان انا اكتب هنا مثلا احمد
تمام. حسب بقى الناس كده كده بياناتها هتسمع معاك تلقائي. تمام. احمد مثلا، محمد، عمر، تمام، محسن، مي، ايا كان. دي البيانات اللي هتسمع معاك من الشيت اللي الناس اللي بتحجز الكتاب. انت كل ما عليك في الموضوع عشان تنشئ لهم اكواد كتير، هتروح على ادراج عمود لليمين، وهتمسك هنا تكتب مثلا، هتبدا تعد الكود بتاعك من اول كام حسب ما انت عايز. قول من اول مثلا 1122 مثلا، وهنا هتعد مره كمان بس 1 1 2 3. بعد كده هتمسك الاتنين دول مع بعض. اللي بيشوف شرح الاكسل معانا عارف انا بعمل ايه. بمسك الاتنين دول مع بعض وبعمل لهم اوتو فيل، يبقى انا كده نزلت اكواد لمليون عميل عندي. تمام. طيب اذا عمر عايز ياخد النسخه بتاعته، هاخد الكود بتاعه، وهو طبعا هيكون كاتب باقي بياناته هنا. تمام. انتوا هتشوفوا طبعا الناس اللي هتحجز الكتاب هتشوف الفورم بتاعها الكود بتاعها ماشي ازاي، وهحدد كود تتبع النسخه واحط الكود بتاعه. تمام. طيب دلوقتي الكود ده انا مش هغيره في الصفحه الثانيه، كفايه بس نغيره هنا مفيش مشاكل. تمام. احنا بس يعني كمثال. خلينا امسك بقى البي رايتس، وابدا ان انا امسك الماستر ده، وابدا اعمل ايه. هو بيسموه ماستر او بيرنت على فكره حسب الاصدار. ابدا اقول له ابلاي بيرنت تو بيجز. تمام. حلو. هيقول لي بقى هنا البيجز اللي عندك، هختار اقول بيجز عادي، فهدوس على اوكي. طيب تعالوا نلاحظ المشكله. هروح على صفحه الغلاف، هلاقي ان ازاي دلوقتي انا عندي العلامه المائيه اتطبقت على صفحه الغلاف. هو ده ينفع؟ لا. فخلاص همسك اول حاجه اللي هي نون، اللي هي ما فيهاش اي حاجه، احطها هنا. هيختفي طبعا ايه البيرنت من على الصفحه دي. طيب بعد كده همسك برضو الصفحتين دول، لان هم ايه مش معانا في الحسبه بتاعتنا او في الحقوق بتاعتنا، لان انا كده كده كاتب الاسم هنا، وهنا حاطط الكيو ار والاسم والدنيا تمام. مش محتاج ان انا اكد تاني بعلامه مائيه. لكن من اول الصفحات هنا هتلاقي ايه كود تتبع النسخه اتطبق معاك. لو نزلت تحت خالص في اخر الصفحات كود تتبع النسخه. طب لو رحنا على صفحه الغلاف الخلفي للكتاب، هلاقي برضو متطبق عليها، وانا مش عايز كده، فهمسك نان برضو واروح انزل على ايه على الصفحه دي. يبقى كده الكود اختفى معايا. فدي تركية بسيطة ممكن استخدمها في ان انا اعمل العلامة المائية تمام لكل مستخدم، ولكن ده بنسميه في البيع يعني ل 100 عميل ل 200 عميل. الموضوع هيكون اصعب لو العدد اكبر من كده. تمام. احنا كده كده باذن الله الموضوع هيشتغل على الموقع بشكل تلقائي من غير تدخل من حد. تمام. فخلينا نمسك بس الصفحات كده ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. احنا عندنا 2 ايرور هنا ممكن نبص عليهم. تمام. في اللينكس برضو في الميسنج. تمام. فما علينا من ده، احنا بنشتغل كمثال برضو زي ما بقول لكم. فخلينا نمسك مثلا الترقيم بتاع الصفحات نشوفه مع بعض سريعا كده. لو انا بصيت مش هلاقي الترقيم، لكن خلينا نشوف انا كنت حاطط الترقيم فين. الترقيم بتاعي كان في بيرنت سي، فخلينا امسكه برضو بيرنت سي وابلاي، وخلينا نروح نحدد البيجز بتاعتنا اول بيجز. بعد كده اوكي. خلينا نمسك باقي الصفحات، هلاقي الترقيم نزل معايا ايه بالشكل ده. انتوا طبعا عارفين الترقيم اتشرح في الفيديو اللي فات. لو انت ناسي الجزء ده عادي مفيش اي مشاكل، ارجع شوف في الفيديو اللي فات عادي. تمام. ولكن انا بس عشان لما ضفنا الكتاب من اول وجديد، لو مسكنا اول صفحه هنلاقي اتضافت رقم 1، انا مش عايز اضيف اول صفحه رقم 1، فهمسك برضو نان وهكذا. تمام. يبقى تاني صفحه هيعد معايا ايه 2 3، وصفحه الغلاف هتلاقيها اتعدت برضو معاك، فما ينفعش ان انا احط الترقيم على الغلاف، فبمسك برضو وانزل على الصفحه دي من هنا. يبقى انا كده ايه شغلي ماشي تمام. طيب مجساتي تمام وكله تمام مفيش اي مشاكل في ده. لو بدات ان انا احفظ هيتحفظ معايا مفيش اي مشاكل، وجوده عاليه، والكتاب نزلته حطيت له ترقيم والدنيا تمام. ممكن استغل الجزء ده في التصميم ان انا اعمل البي دي اف على كانفا بسرعه وادخله على الانديزاين يديني المميزات بتاعه الانديزاين وانا شغال على كانفا. وممكن برضو يكون الشغل جاي لي من وورد او الكلام ده، بدل ما افرغ واكتب انا هاخد البي دي اف زي ما هو وانزله. فدي تركايه بسيطه زي ما بقول لكم. لو عايزين نستمر في الانديزاين كشرح اكدوا عليا في التعليقات وادوني افكار في التعليقات انتوا عايزين تشتغلوا على ايه. انا مش عايز اشتغل على كورس تقليدي نفتح فيه كل قائمه من دول ونقول قائمه ايديت تحتوي كذا ومش عارف ايه تحتوي كذا. انا عايز تريكات وحاجات زي دي تساعدنا في الشغل. تمام. فاطلبوا مني اللي انتوا عايزينه واشتركوا في القناه وشاركوا القناه مع ناس كتير. عايزين نوصل، احنا وصلنا 10000 بفضل الله، عايزين نوصل 100000. وصلوا على النبي، والسلام عليكم.